عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله كاع راكم بخير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو خبز الشاورما ولا التورتيلا. نسحقوا 1 كيلوغرام من الفرينه ولا الدقيق الابيض. نسحقوا 8 ملاعق زيت، ملعقه كبيره تاع خميره وملعقه كبيره تاع سكر، قليل من الملح والماء الدافئ. غادي نبدا طريقه العمل. غادي نضيف المكونات اللي عندي: الخميره مع السكر مع الفرينه والزيت وشويه تاع الملح، ونخلط مليح المكونات هادو الجافه. من بعد كينا نبدا نضيف في الماء ونعجن العجينه تاعي. وهنايا انا استعملت الفرينه تاع مولا، يعني كل فرينه وكيفاش. كيما فرينه ماما جايه تشرب الماء، والكميه هذه قادره تخرج لي حتى 16 حبه، يعني 16 خبزه. انا هنايا خرجت لي حوالي 14 ولا 15 هكا حبه. بعد ما لميت العجينه كما راكم تشوفوا هنايا، راني نحاول ندلك فيها باش من بعد غادي نشكل حربوش ونقطع عدد معين من القطع ونخليها تخمر. هنايا وجدت صينيه فيها طرشونه هكا، ورشيت عليها القليل من الفرينه، وغادي نبدا نقطع في القطع. وهنايا حاولوا تلموا العجينه مليح بصبعكم، وتخلوا الفتحه هذيك يعني لتحت باش تتخمر لنا مليح. اذا انا غادي نكمل كامل العمليه ونعاود نرجع. وهنا بعد ما كملتهم كاع نغطيهم بكيس بلاستيكي ونزيد طرشونه. خليتهم حوالي نص ساعه خمروا لي، وهنا هما كيما ضاعف الحجم تاع الكريه. غادي نبدا نخدم بالكريه، نرش الفرينه على طاوله العمل ونبدا نحل واحده واحده. يعني بعد ما نكمل كاع نفتح العجينه تاعي، عادك نروح نطرق باش نطيبهم، وفي نفس الوقت يكونوا تخمروا لي يعني الحبات الوالا اللي كنت بديت بهم.
ولا من نكونوا نطيبوا يعني الحبات تاعنا اللي طيبوا لازم نديروهم في قطعه قماش باش ما ينشفوناش. وهذا هو خبز الشاورما اللي حضرته معكم اليوم وشاركتكم الوصفه والحيل ولا الاسرار باش ينجح لكم. فقط تبعوهم باش ينجح معكم. ان شاء الله تنال اعجابكم، وان شاء الله تعطوني رايكم في التعليقات، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.